مع انتهاء النهارده مسلسل عمر افندي، المسلسل اللي كان قالب الدنيا وعمل ضجه كبيره جدا وهو في الحقيقه يستحقها، جاي لكم على اكتر 5 حاجات عجبتني في المسلسل او في الفكره. اول حاجه هو الفنان مصطفى ابو سريع، دياستي يا جماعه شخصيه دياستي دي الشخصيه الوحيده اللي كانت محسساني ان، واكيد مش لوحدي، ان احنا فعلا في الاربعينات. لا، مصطفى ابو سريع ده بصراحه فنان جامد جدا وفي حته تانية، ومن الناس اللي انا بحبها، ومجرد لما بشوفه على الشاشه كده ربنا حاطط فيه قبول حلو، وهو عمل الدور حلو جدا، وهو الوحيد اللي كان لابس الشخصيه يعني بصراحه. الحاجه التانية وهي الفكره بتاعت المسلسل، الفكره الانتقال بين العوالم بين الازمنه، فكره بقى ان انت تقعد تفكر وتشوف ده هو ده حقيقي ولا بيحلم، طب هو فعلا لو في كده، طب ده ثقب دودي ولا ده عالم موازي. وطبعا الفكره دي اتعملت قبل كده كتير، بس يمكن احنا مش متعودين عليها، وحتى احنا ما اديناهاش اهتمام. يعني لاحظت الناس مش مديه اهتمام للموضوع بقدر ما مديه اهتمام بالدراما. تالت حاجه من الحاجات اللي عجبتني في المسلسل هو ان فريق العمل كله شباب، مع احترامي للنجوم دي طبعا، يعني طبعا مع وجود احمد حاتم وآية سماحه ومصطفى ابو سريع والمجموعه الكبيره اللي كانت في المسلسل. اقصد كمان الشباب اللي ورا الكاميرا زي المخرج مصطفى ابو غزاله. في الحقيقه انا دورت عشان اشوف اخرج ايه قبل كده، اكتشفت ان هو كان مساعد مخرج في اكتر من فيلم منهم اعمال قويه، ولكن دي اول تجربه اخراجيه ليه. كمان المؤلف مصطفى حمدي تقريبا يعني برضو شارك في كتابه بعض الاعمال، وده اول عمل يكتبه هو لوحده من اوله لاخره. طبعا اكيد في حاجات كان ممكن تبقى احسن من كده، ولكن حلو ان في شباب، في افكار جديده، في ابداع. فكره 15 حلقه طبعا دي حاجه من الحاجات اللي بقت يعني متباعه قوي الفتره دي، واحنا كمان بنحبها عشان بتلخص بسرعه. الحاجه الرابعه اللي عجبتني بصراحه وكيفتني جدا، وهي ان انت لو رجعت بالزمن الفلوس اللي معاك دلوقتي مش هتنفعك زمان. يعني كنا دايما بنقعد نقول يا ده انا لو رجعت بالفلوس اللي معايا دي هبقى اغنى الاغنياء. عجبني قوي ان الفلوس بتاعتنا دلوقتي اللي احنا ماسكينها في ايدينا ملهاش لازمه هناك، بالعكس ده لما حاول حتى يحول فلوس من الزمن بتاعنا للزمن الماضي كان الموضوع مرهق جدا وشاق جدا على مستوى الزمنين، ودي حاجه بصراحه عجبتني جدا. الحاجه الخامسه اللي عجبتني في المسلسل، وطبعا هي فيها حرق بس خلاص المسلسل نزل والحلقه الاخيره نزلت، وهي ان هم في اخر لقطه خالص في المسلسل نسيوا عمر افندي لما رجع عشان عيد ميلاد آية سماحه، ودي بصراحه كانت مفاجاه بالنسبه لي. يعني انا كنت مستني اتفاجئ، فكانت مفاجاه بالنسبه لي وخلتني افكر ليه اصلا هم نسيوه، ليه رجع لسنه 42، ايه الفكره في كده. دي ممكن نبني عليها نظريات كتير، ولكن المسلسل مش واخدنا في حته النظريات دي، وده بسبب برضو في 5 حاجات مش عجباني في المسلسل. خليني اقولها لكم الفيديو الجاي. وطبعا دي الحاجات اللي عجبتني انا، وانا عارف ان في حاجات كتيره ممكن تكون عجبتكم، انا ما قدرتش الم كل حاجه، فيا ريت تقولوا لي في الكومنتات ايه كمان اكتر حاجات اللي عجبتكم اللي ممكن نتناقش فيها في الفيديوهات الجايه. كان معاكم اسلادو من جوه الفيلم. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير، واشوفك في الفيديو الجاي على خير.